الثالثة 3G. منى الخريجي فتاة شابة كل أحلامها فقط في 4 أحرف أن تكون طويلة. بعد أن بات هذا الحلم وهذا الهاجس قصر قامتها مصدرا لتعاستها وأيضا إصابتها حسب التقارير المبدئية بمتلازمة الداون وتخلف عقلي، يضاف إلى هذا الفقر. نتابع حالة منى بلغة الألم ونظرة المجتمع وتفاؤل الخير وأهل الخير والعطاء بانتظار فاعل الخير. منى الخريجي فتاة في 18 من العمر، يقولون عنها قزمة، صفة أقرب إلى الاتهام جعلتها تتقوقع على نفسها بعيدا عن المجتمع. ليس ذلك فقط، فهي حسب التقارير الطبية تعاني من متلازمة الداون مع تخلف عقلي. منى وضع من يوم جبتها هي هيك، دائما تبكي، دائما تصيح، يعني هي حالتها النفسية تعبانة. أول ما دخلت المستشفى عانيت كثير، تعبت. المرض الطول، ما في طول. تنفي عائلة منى إصابتها بتخلف عقلي، ولكنها في الوقت نفسه تأخذ إبر للعلاج، وطلب منها الأطباء تخفيض وزنها، إلى أن كل محاولاتها باءت بالفشل. يعني الإبر اللي أعطوني ما استفدت منها، لا طلت ولا شيء، بالعكس سمتني زيادة. تعبت نفسيتي، كان يعني يعايروني انت كذا انت كذا. هي ما واصلت دراستها بسبة صديقاتها، صاروا يعايرونها انها قصيرة قزم ومن هالكلام، وسبتها قالت خلاص ما ابي اروح المدرسة، وسالت راحت المدرسة امي وقالت انها صديقاتي يتكلمون عني ويقولوا لي كذا كذا، ومن يومها وهي نفسيتها مرة تعبانة، لا صارت تطلع ولا تروح بسبة هالكلام. عندنا التقارير كاتبين عنها انها متلازمة مع تخلف عقلي، وهي مو الحمد لله سليمة. ولم يكفي منى إصابتها بمتلازمة الداون وقصر القامة، فهي فقدت عائلها الوحيد بعد وفاة والدها، وتعيش مع أمها وإخوتها الذين جميعا يندرجون تحت تصنيف العاطلين عن العمل، ولهذا يعيشون تحت تهديد دائم بالطرد من منزلهم بسبب عدم دفع الإيجار. نطلب مساعدة منكم، نشوفوا ظروفنا، الله يجزيكم خير، خلينا أبو متعب ويشفيه ويعافيه يا رب. أنا أبغى ربط معدة، أيوة، وأبغى توصيل عظم، أبي أتعالج، أمنيتي إني أسافر أتعالج، بس هذا أمنيتي. نطلب منكم المساعدة، ان تساعدون اختي في العلاج.